مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن الفنان رامز جلال، وهنشوف اعتذار رامز جلال لكل الفنانين اللي وقعوا ضحايا للبرنامج بتاعه رامز نيفر اند، وكان منهم 4 ضحايا دخلوا المستشفى بعد المقلب اللي اتعمل فيهم في البرنامج. يلا نعرف التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. الفنان رامز جلال عمل مداخلة هاتفية على قناة MBC مصر، وده ترويجا لخطة الشركة لأعمالها الدرامية والبرنامجها الرمضاني السنة دي. واعتذر رامز جلال لكل النجوم اللي وقعوا ضحايا لبرنامجه رامز نيفر اند، والمقرر عرضه في رمضان الحالي، وكانت أولى حلقاته النهاردة الخميس بعد مدفع الإفطار. وقال رامز جلال في المداخلة الهاتفية: عايز مبدئيا أعتذر لكل أصحابي وإخواتي اللي استضفتهم وعملت المقلب فيهم. بعتذر لأي حد هيزعل بعد الحلقة ما بتتذاع، وحياة ابني بحبكم كلكم وبعتذر ليكم وانتوا حبايبي وعلى راسي. واستكمل حديثه بالإشارة لرئيس قنوات MBC محمد عبد العال، وقال: واخد مستشفى بستقبل فيها ضحايا البرنامج، وبصراحة عندنا 3 أو 4 ضحايا بس، وهو مجرد فحص مش أكتر، والحمد لله مفيش حاجة. وبيقدم رامز برنامج المقالب السنوي بتاعه كل سنة، وبيستضيف من خلاله نخبة من نجوم الوسط الفني والغنائي وكمان الرياضي. والسنة دي بيستضيف نجم فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وسط توقعات بنسب مشاهدة هي الأعلى في تاريخ البرنامج. فيديو النهاردة خلص، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصل لك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.